السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم كما راكم تشوفوا جبتكم خبيزات خفاف وبنان ويجوا داخل هذيك الحشوة تاعهم معسلة كما راكم تشوفوا. وخفاف ما فيه كالقطن. لهنا يلزم لنا نروحوا للمقادير كما راكم تشوفوا. هنايا درت انايا ما كانش يصور لي حتى تروحي درت لهنا كاس ونص تاع حليب وكاس ونص تاع ماء، وزدت له مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز والملح وخلطت. هادو هما المقادير. درت كاس ونص حليب وكاس ونص ماء، خلطت انا بيناتهم، ودرت مغرفة كبيرة خميرة الخبز، ودرت الملح ولميت بالفارينة. هذا ما كان. ودرت نص كاس زيت، طبعا ما نساوش الزيت. هكذا ولميت العجينه بالفارينه. نعاود لكم المقادير. المهم انا ما سجلتهاش، الكاميرا كانت طفيت لي وسمحوا لي، ولا ما شتا حتى كي طفيت ورحت نشوف صرت ماشي مسجلت لي. درت كاس ونص حليب وكاس ونص ماء دافيين، ماشي باردين ماشي سخونين بزاف، دافيين. وزدت لهم مغرفه كبيره خميره الخبز، الملح، وزدت نص كاس زيت دخلته غير بشويه حتى هذيك تفاعلت هذيك الخميره مع هذاك الحليب والماء. باه زدت هذاك الزيت غير بشوي وخلطته ودخلته بالفوي غير بشوي، ولميت زدت بالفارينه كما تشوفوا راني نلم فيها هنايا حتى نتحصل هاد العجينه. المهم لميتها وخليتها تريح. انا خليناها تريح. لا حضرت الحوش اللي انا بصل قطعته رقيق، وزدت له ثاني طوماطيش مقطعه رقيق طماطم، وزدت له هنا الزيتون كما راكم تشوفوا، بصل طوماطيش تشكشوكه. انا زدت لها الزيتون، نحبها بالزيتون. ولا هنا راني مطيبه في الكفته تاع الدجاج، هذه راني نخلط فيها. انا نخمير العجينه كما راكم تشوفوا الخميره طلعت تفاعلت خامره واجده. دوكا نقسموها ونخبزو. طلعت لي هكذا. تحبي تعاودي تهبطيها ولا كنتي مشغوله هبطيها هذيك عاودي طلعيها. ما حبيتيش انا ما كانش عندي الوقت نقطعها هاك، نقطعوها ونديروها. دوكا نقطعها الى جزئين ونحلها بالحلال رقيقه. طبعا ندير على طاولة العمل، ندير الفارينة بما تلصقليش، ونحلها هكا. حاولي تحليها رقيقة بما تجيش فيها الداخل هذاك اللبابة من الداخل، تجي فارغة يجو خاويين كي شغلي غير بهذاك الحشو، جاي بنان ما يكهموش ملاح. هكا نكسلوها كامل، نحلوها على الطاولة هذيك. شوفي نرفدها نواسيها ما تخسرش هكذا. حاولي دائما تحلي هكا الفرينة باه ما تلصقلكش. حليها على قد ما تستطيعين، يعني غير نحل انايا وين نسيبها خشينه نعاود نكسلها. انا باكي نجي نقطع على جي. راني هنا قطعتها كما راكم تشوفوا هكا دوائر كبار. تحبي تقطعي العجينه كل بول صغار 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 هكا، مانيش عارفه تقولي 20 ولا غرب، ومن بعد كتخبزيهم. انا نحب هذه سهله خير، هكذا نحل العجينه ونقطع. انا هذه تخرج عليا خير من نقطع لي بول ونوزنهم كل واحد كان يبغي هكذا. كان نحب هكا نحب هكا نحلها ومن بعد كنقطعها على جيه ونعمرهم. درت انا وحده فوق وحده وعاود حليتهم، بالحلال هكا كبرتهم وما درت لهم حتى حاجه بيناتهم، غير خبزه فوق خبزه وحليتهم. ودرت هذاك التكتوكه، درت هذاك التكتوكه بالزيتون، درت هذاك شويه دجاج كفته تاع الدجاج، درت فرماج من فوق طبعا ونلمهم هكا. شوف
وزيريهم ينحلوا شويه كون تزيريهمش. انا كاين نحلولي زيري ولا قد ديري غير الماء هكذا على صبيعتك هكا فول كموسه هكا لميها. ها شوفي وزيري حاولي تزيري هكذا. ديري كركموسه هكذا وكما تحبي الشكل اللي تحبيه ديري. انا حبيت هذا الشكل، انا حبيت هكا درتها وفرحوا بها الاولاد عجبتهم هكذا. ومن بعد كتدركي عليها باش ما يجوش خشان. حاولي كامل تدركي عليها ساح فيها باش ما تقبلك. فيها الزيتون هو اللي يتقبها وما تكتوكا ما تقبها لك. الزيتون هو اللي يتقبها لك. انا درت لها الزيتون كي ندرك عليها يتقبها لي. نكملهم هكذا كامل. هكذا كما كتشوفي في المايه درتهم في صينيه درت واسيتهم بصفار بيض شويه حليب ودرتهم طابو. الا هنا الخبيزات تاعي هذو شوفي كي درتهم هكذا. وكل واحد والاخرين دوائرها مليك درت زوج اشكال. انا شكلت هذو مع التواله هكا طليتهم بالصفار البيض كما قلت لك من قبل. صفار البيض وشويه حليب وطليتهم ودرتهم طابو في الكوشه كانت طبعا سخونه. وهذه هي النتيجه تاع هاد الخبيزات كما راكي تشوفي فيهم. هادو نتمنى تجربوهم يعجبوكم ويعجبوا ولادكم وهما بنان حقا بنان جاو روعه. وإلى ملتقى جديد أترككم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.